السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا. انا معاكم مطبخ ام علم. مساء الخير على كل الناس لو كنتوا بتشوفوني بالليل، وصباح الفل عليكم لو كنتوا بتشوفوني الصبح. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. نسمي كده بسم الله. هنخزن مع بعض النهارده الطماطم. بعد الطماطم بقى ما ارتفعت جت رخصت تاني دلوقتي، فنستغل الدنيا بقى كده ايه ونعمل ايه الطماطم. بس انا بعملها بقى بالبصل تسبيكه مع بعضها كده، بتبقى حاجه يعني صلصه كده، بتبقى محطوطه في الفريزر وما بتغمق، ويعني ما طعمها ما بيتغيرش. ناس بتقول ان البصل بيبقى كده بيبقى بيعمل ريحه، لا ابدا. انا اهو بعد ما غسلت الطماطم وحطيتها في الحوض، الحوض كان عندي نظيف وغسلته كويس، وخدت براحتي كده ونقعت الطماطم كويس تحت الحنفية وغسلتها كذا مرة. طبعا احنا عارفين ان الطماطم بنستخدمها في حاجات كتيرة، في التسبيكات، حتى في الشوي برضو بيبقى لازم لنا كده معلقة صلصة نحطهم فوق التحبيشة بتاعتنا. طبعا احنا هنحطها في الفريزر. زي ما انتوا شايفين كده انا بقطعها بس عشان بساعد الخلاط ان هو يشتغل معايا بكل سهولة. انا بفرم على طول. فرمتهم الاول، وانا عندي زي ما انتوا شفتوا البصل على النار. انا عملت كمية بقى ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. كده عملت يجي 5 كيلو بصل. 5 كيلو بصل وقطعتهم صغير قوي، وحطيتهم زي ما انتوا شايفين كده على معلقتين 3 زيت، معلقتين 3 سمنة، وخليتهم كده لونهم لغاية البصلة ما تدبل معايا. مش عايزاها تحمر او الناس تحمر البصل، لا، يدوبك بس كده تدبل معايا. هنبتدي بقى ندخل على الخلاط بتاعنا. انا بساعد بس الخلاط بشوية مية صغيرين، مفيش مانع، بس ما تكتروش مية. ونضرب عادي، نشتغل بقى كده عشان نسمي بسم الله كده مع بعضينا، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. واللي لسه ما عمليش لايك يعمل لي لايك، واللي اول مره يشوفني ما عمليش اشتراك يشترك لي في القناه عشان يوصل له كل جديد مني. انا معاكم مطبخ ام علم. برضه اهو هنعمل كميه تانية اهي مع بعضينا. انا بعيد لكم برضه الحته دي عشان ان انا بقول لكم ان يعني كل شويه انا يا دوبك بفرمهم كده، وفي طبق برضو كبير زي الاخضر اللي كان معانا في الفيديو بعمله. بيبقى فاضي جنبي واحط فيه علشان خاطر لما اجي اشتغل بقى في البصل اروح احط عادي كميه بكميه. كل ما يتعبى عندي الطبق اروح احط على البصل زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا البصله عندي يا دوبك كان خليتها تدبل كده، يا دوبك تدي لون اصفر شويه بسيط، ونصبر عليها. ونخليها اهم حاجه ما تتحرقش مننا ولا ما تحمرش مننا عشان طعمها ما يتغيرش. بصوا اهو، دي يعتبر كده نص الكميه اهي. انا ابتديت احط معاكم كده الطماطم، وكل ما احط شفشق كده او شويه بعملهم لازم اقلب. منساش التقليب يا جماعه في الطماطم. ويا دوبك كده بحط شويه ملح، ما بملحهاش قوي. بحط لها شويه ملح بسيط، يعني الكميه دي كلها يا دوبك خدت معلقه ملح مني، ومعلقه سكر عشان التخزين تطول معايا وتبقى كأنها فريش لسه، كأنك لسه عاملاها. انا بقى بسم الله ما شاء الله الكميه اتسبكت، كل دي متسبكه اهي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، دي بقى بالبصل والطماطم، يعني تسبيكه كده من الاخر. وحطيتها بقى، انا عملتها من بالليل وسبتها على الرخامه لغايه ما صحيت الصبح. احنا كده صحيت الصبح، صباح الخير عليكم. بعدين عندي الكياس بقى اللي هي بتاعت التلاجة دي، اكياس عاديه اهي. طبعا الطماطم لازم تبرد على الاخر، لازم نخليها تبرد علشان الدخان بتاعها ما يعملش بقى اكسده مع الكياس وتبقى حاجه وحشه مش لطيفه خالص. ونخلي بالنا من الموضوع ده. لازم الطماطم او التسبيكه بتاعتي تكون بارده خالص، تكون بردت تمام.
نسمي كده بسم الله ونعبي في الكيس بقى على قد ما ايه الطبخة بتاعتنا. نعمل محشي، تسبيكة المحشي، تسبيكة مثلا بطاطس. بصراحة بتريحني، يعني انا الكمية دي بقعد يمكن شهرين ما بستخدمش تسبيكة ولا بصل بقى ولا دموع ولا اي حاجة. انا في يوم كده كامل بقعد بقى ايه اقعد اقشر في البصل واعمل واجهز الدنيا علشان ارتاح قدامها كده حوالي شهرين. والله بأمانة الموضوع ده عملته دلوقتي يجي مرتين وريحني جدا. وبطلع طبعا بفرغ الهواء منه، ما بخليش في هواء في اي حاجة احنا هنفرزها او نحطها في الفريزر. الكياس لازم نشيل منها الهواء. يعني بصوا انا بعبي كده مثلا على قد الكمية، مثلا بحط بقى ايه كبشين 3. بكتر مثلا في اكياس هتلاقيني ببقى اكتر فيها عشان مثلا تسبيكة المحشي بتحب الطماطم الكتيرة. بصوا انا حاطه بس الطبق كده تحت الكيس عشان ايه ما يبهدليش الدنيا. بصوا تحاول اهو، مش هقفل بقى على طول يبقى الكيس منفوخ، لا ما ينفعش ان الكيس يبقى منفوخ. بصوا بطلع افرغ الهواء كده اهو، بحاول ان انا افرغ كويس الهواء علشان ما يلقطش معايا اي ريحه ولا ايه ولا يبهدل لي التلاجة، وكمان ما ياخدش معايا وقت. بصوا بربطها على اخر الطرف بتاع الكيس عشان لما احطها كده ايه تتفرد معايا. وكمان لما اجي اخدها بصوا لما نحطها كده تبقى متبسطه، لما نيجي بقى نفكها او نيجي نطلعها من الفريزر بعد ما تبقى جامده ونستخدمها تفك معانا بسرعه، ما تاخدش وقت انها تفك ايه من بره. يعني يا دوبك ايه تاخد حاجه وقت بسيط كده 5 دقايق ولا حاجه، تبص تلاقيها فكت معاكي وبقت زي الفل. نسمي برضو كده بسم الله، كل حاجه نسمي كده بسم الله. يلا يا جماعه اللي ما عمليش لايك يعمل لي لايك ويعمل لي اشتراك لاول مره يشوف في قناتي. زي ما قلت لكم بقى كده الأكياس دي بصراحه بتنفع في اي حاجه. اللي ما معهمش، اللي ما فيش حد عنده بقى اللي هي حاجات التخزين او علب التخزين اللي هي الازاز او البلاستيك او الحاجات دي، الاطباق البلاستيك المغلفه، الأكياس دي برضو بتقضي الغرض وبتبقى حلوه قوي. وطبعا هي بتبقى رخيصه في السعر ويدوبك احنا بنطلع كده الحاجه بحاجه يعني بطبختها، يعني يدوبك على قد كده. يعني ما تعمليهاش كلهم. لو عملت اكياس كبيره في ناس ممكن تقول لك انا هعمل كيس كبير، اجيب كيس كبير وافضيهم كل ما احتاج هاخد. لا يعني علشان ما يبقاش بقى ايه كل حاجه بريحتها وكل حاجه بقى ايه تبقى تشم هوا وبعد كده ندخل تاني نطلعها في الفريزر. لا بيبقى ايه بتاخد ريحه وتبص تلاقي ايه الحاجه عندك بتعفن بسرعه حتى لو في الفريزر. وبرده بايه لازم تحافظي عليها كويس كل حاجه بطبختها كده، وبتريحي نفسك وبتجيبي كل شويه كيس. انا بقى لما اجي احطها في الفريزر بحطها ازاي؟ ما بحطهاش فوق بعض كده من اول مره، لا بفردها زي ما انتوا شايفين كده على الرخامه. برص مثلا 4 او على حسب ما الفريزر بتاعك ما بياخد. الدرج اللي فوق مثلا الرف اللي من فوق والرف اللي من تحت في الفريزر، وتبقوا مفرودين كده. يعني لما تبقى مفرودين غير لما يبقى ايه تحطيهم ملمومين. لا بجيب كده زي ما هم نايمين كده بنيمهم في الفريزر، واول ما تمسك بس كده وتبقى تجمد شويه اروح حاطه ايه حطاهم على بعض مقوماهم كده مع بعض في صف واحد، واجيب احط الأكياس التانية بعدها وهكذا. اقعد اتلك شويه وبعد كده ايه يعني يا دوبك تمسك الحاجه كده تبقى ايه مفروده معايا، اعرف ان هي مش ملمومه. لازم تبقى ايه. وطبعا ده في صلصه الكشري بتبقى روعه زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. طماطم حمرا ما حطيتلهاش اي صلصه ولا اي ولا كاتشب ولا اي حاجه. طماطم زي ما انتوا شايفين كده، رشه ملح رشه سكر وشويه زيت على شويه سمنه زي ما انتوا حابين. زيت على سمنه زي ما انتوا عايزين تحطوا زيت بس تحطوا، عايزين تحطوا سمنه بس تحطوا. بس طبعا خليط الزيت والسمنه بيبقى احسن بكتير.
يلا بقى ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله.